السلام عليكم أحبابي، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. الحقيقة وصلتني قصة حبيت أشاركها معكم وناخد رأيكم. القصة هي من أخت حابة تسمع نصيحة مني، ويا ريت أنتم كمان تعطوها رأيكم ونصيحتكم. الأخت عم تقول: أنا بنت حظي من هالجمال قليل شوي وتأخر زواجي، لكن بعدين تزوجت على بيت أحمى. زوجي شخص فقير. عم تقول هو فقير مو بس لأني يعني الوضع سيء، لأني هو كمان بيشتغل أسبوع وبيعطل أسبوع. يعني هو شخص ما بيحب الشغل كتير للأسف. عم تقول صبرت على الفقر، بس اللي عم لاقيه صعب هو البخل وعدم الاهتمام وعدم تحمل المسؤولية. والشي الصعب كمان انه حماتي مرة كتير صعبة، والتعامل معها صعب. هي بتحب النظافة كتير وتدياني ليل مع نهار عم امسح ونظف وعزل. طبعا انا مجبورة اتجاوب معها والا بدها تصير مشاكل كتير. صار عندي ولدين، والوضع هذا هو: زوجي ما بيحب الشغل، وامتى ما جيبته فاضية. الأولاد عم تكبر ومصاريفهم عم تكتر، وأنا محتارة بحالي أصبر على هذا الوضع ولا أتطلق ولا أطلع أشتغل. عم بتقول خايفة أتطلق أندم، طبعا لأن الأولاد يعني معلقين بأبوهم بحبوه. الشغلة الثانية عم تقول برجع بقول لحالي إنه قد ما كان إنه يعني زلمة بالبيت أحسن من بلا. بس عم تقول إنه أنا إذا اتطلقت بصير أرملة والعالم تتحنن علي أكتر وبتعطيني، أما هلأ بيقولوا عندها زلمة يروح يشتغل ويصرف عليها. بعدين تقول لحالها يعني إنه إذا اتطلقت إنه كمان الأولاد معلقين بأبوهم. فعم تفكر، عم تقول أطلع أشتغل وأصرف على أولادي، أساعد زوجي يعني. بس عم تقول خايفة يتعود إنه لازم أنا اللي أشتغل وأصرف وهو يبقى قاعد بالبيت. نصحوني يا جماعة، شو أعمل وشو الحل؟ هلا أنا برأيي يعني إنه الطلاق ما له نهاية العالم. كونه إنه عم تفكر تطلع وتشتغل، فصفت ممكن إنه كونه هو ما بيحب الشغل ممكن إنه يعني يستهين بالقصة، وإنه خلص هي تطلع تشتغل هو يقعد في البيت يعني. وفي هيك حالات يعني بنشوف. فأنا برأيي إنه إذا كان هذا الوضع الأفضل تطلق وتعتمد على نفسها، ومثل ما قالت أرملة الكل بيتعاون معها أكتر ما تكون إنه عندها زلمة. بس بالأخير يعني هي لازم تحسبها وتفكر صح إنه شو الخيار الأفضل لها. كتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم، إنه تستمر معه على هذا الوضع ولا تطلق ولا تطلع تشتغل وتساعده، والله يختار الخير للجميع. ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وبتمنى تشجعونا بلايك. السلام عليكم.